الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوس لايك واشترك في القناة ومتنسوش الشير، وابعتولي أحلامكم زائد الحل الاجتماعية. ومعانا حلم من أمينة عزباء. حلمت بالفنانة أمينة رزق تزورني في بيتي ولابسة أبيض في أبيض وتعطيني شيء وتنصرف من البيت. تفسير الحلم: يدل المنام على زوال الهم والأحزان وإدراك أمن وأمان ونجاة من شخص سيء وفاسق، كما يدل المنام على الحصول على وظيفة جديدة والله أعلم. ومعانا حلم من فاطمة عزباء. حلمت إن بنتي جارتنا عندنا وأنا وهي في الحوش، وبعد شفت دخان أسود وقلت لها أكيد أمك محروقة الله يهديها. بس مر اليوم ونظرت إلى الباب وشفت الحديقة تبعد شوية عنا، وقلت لها تعالي شوفي. وشافت، وقلت لها بنتك مش هتاخد أخويا. تفسير الحلم: يدل هذا ليس منام، هذا حلم من الشيطان يخيفك فلا تهتمي والله أعلم. ومعانا حلم من هالة عزباء. حلمت إني أدخل الحرم ولمست الكعبة وأدخلت رأسي عند الحجر الأسود وصليت بآيات من سورة البقرة. تفسير الحلم: يدل المنام على دعاء تدعين به دائما وتحقيق أمنية تتمنيها بشدة، وعلى زوال هم وتيسير في حياتك وتغيير في حياتك للأفضل والله أعلم. معانا حلم من صابرين عزباء. حلمت إني كأني فسرت رؤيا عند مفسر ويسألني أسئلة ولكن لا أتذكر الأسئلة، وقال لي أن الشخص الذي أحبه مخبي عني شيء، وجاء في بالي أن مخبي عني بيتزوج بغيري. بعدها قال لي المفسر إن الشخص الذي أحبه يتكلم عن أخباري ومعلوماتي، وهذه بشارة لي بأن الشخص راح يكون من نصيبي في الأخير. تفسير الحلم: هذا ليس منام، هذا حديث نفس لا أكثر ولا أقل. وأسيبكم على خير، وابعتولي أحلامكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.